شوبير النهارده يعتبر ما جاش عليه اختبارات غير ضربه الجزاء اللي هو صدها، وفي الكوره المرتده بتاعتها صد برضه، بس للاسف الكوره دخلت جون. شوبير دايما بالموهبه وبالفطره وعشان هو حارس مرمى بيروح يقف صح، فدايما بتلاقي الكوره رغم ان هي متشاطه في زاويه بس شوبير واقف بيستلمها بكل سهوله، فبيحسسك ان الكوره سهله. بعكس مثلا كابتن محمد الشناوي يبقى ماسك الناحيه الثانيه فتلاقيه بيجري وبينط وبيطير، اوقات بيجيبها ومعظم الاوقات لا. لكن لما تبقى انت حارس واعي ومركز وعايش في الماتش وخايف على فريقك، بيبقى ادائك وتصرفاتك زي شوبير كده، لو انت دايما الكره وهي بتتشاط انت واخد الخطوه ورايح لها قبل ما تتلعب، انت عارف هي هتتلعب فين. فنتمنى ان شوبير يستغل الفرصه ان كابتن محمد الشناوي طبعا ربنا يعني يشفيه ويرجعه بالسلامه مصاب وكده، ويعلي مستواه ويفضل محافظ على المستوى اللي هو فيه حتى، وان لما الشناوي يرجع من الاصابه وشوبير ماسك فورمه ما نقعدش شوبير عشان نلعب الشناوي. اتمنى ان احنا نشوف ده، محتاجين نشوف ده، لان عندنا ضغط مباريات كبير جدا الفتره الجايه.